مساء الفل عليكم. لا تكلمني على الزمالك عمل ايه النهارده، ولا تكلمني على اي حاجه. ما تكلمنيش غير على حاجه واحده، واعتقد اغلبيه الزملكاويه واغلبيه اي حد كان بيتابع كوره النهارده كان بيركز على رجاله مصر، على رجاله منتخب مصر الاولمبي اللي قدر النهارده يصعد بجداره على حساب باراجواي في مباراة صعبة صعبناها على نفسينا بسبب التهاون، بسبب تضييع الفرص مننا، بسبب بعض الأنانية من اللعيبة. وبعد ما تأخرنا بجون قدر بأسيست رائع جدا من العالمي زيزو، اللي أعتقد الأهلاوية يشيدوا فيه أكتر من الزملكاوية، لأن لعيب بيفني كل ذرة مجهود جواه عشان منتخب مصر. لعيب عايز يعمل حاجة لمنتخب مصر الأولمبي، هو والنني بصراحة الاتنين رجالة. الاتنين اللي وافقوا في ظروفهم ان هم يروحوا مع منتخب مصر الاولمبي كانوا على الموعد، كانوا رجاله، كانوا لهم دور مؤثر على مدار البطوله. قدر منتخب مصر يصعد بجداره وتصدر على مجموعه اسبانيا، والنهارده يخرج باراجواي بعد ما تعادل في الدقيقه 88 باسيست عالمي من زيزو. احرزه النجم مصري الاوحد حاليا في المنتخب الاولمبي هو ابراهيم عادل، ربنا يحميه من العين. لعيب بمواصفات عالميه، لعيب لو علم لياقته البدنيه وخد ثقه اكتر من كده ولعب في فريق بطولات واحنا عارفين يلعب في مين، واعتقد هو اتجاهه رايح لمين. ان ما كانش هيحترف اكيد هيروح النادي الاهلي، فبالتالي اللعيب ممكن يوصل ان يبقى هداف منتخب مصر الفتره القادمه. اجمالا مصر تمتلك رجال، مصر تمتلك حارس مرمى رقم واحد في سنه. لما قلت وما كنتش بجامل، قلت ان كل حد حارس مرمى تدرب في النادي الاهلي وتحت قياده مدرب حراس المرمى النادي الاهلي لازم يطلع فت. ليه؟ لاننا شفنا شوبير بعد ما اتحط في موقف صعب جدا باصابه الشناوي، الكل توقع ان الاهلي هيخسر كل البطولات، طلع لنا عملاق كبير اسمه شوبير قدر يسد كل الدنيا، وقدر ان هو يوصل النادي الاهلي وياخد افريقيا ويخلي الاهلي متصدر الدوري المصري وياخد بطولات كتير. يجي بعديه حمزه علاء، حارس بثقه عاليه جدا، بروح عاليه جدا، باحساسه بزملائه، وان النهارده يضغط على حسام عبد المجيد، لان حسام عبد المجيد للاسف كان هيلبس مصر النهارده جون ويعنفه، والكره اللي بعديه يرجع يصالحه عشان يعلي من روحه المعنويه ويصد كور كتيره في المباراه. مش المباراه ديت، على مدار البطوله، ماتش الدومينيك وماتش اوزبكستان وماتش اسبانيا، يعني مش وليد صدفه النهارده. ويجي النهارده كمان في ضربه الجزاء بخبرات الحراس الكبار يصد ضربه جزاء محترمه هي اللي تكون السبب في بعد ربنا في فوز مصر وصعودها للدور نص النهائي لاول مره من 60 سنه. تفرح فرحه كبيره ان يكون عندنا منتخب عربي اسمه مصر منتظر الفائز من فرنسا والارجنتين، وعلى اليمه الثانيه منتخب المغرب القوي اللي بيأكد ان هو تألقه في كاس العالم ما كانش من فراغ، مع سفيان رحيمي ومع حكيمي. قدروا النهارده يغلبوا امريكا 4-0 وهيقابلوا اسبانيا بعد فوز اسبانيا على اليابان 3-0. يعني النهارده منتخبين عربيين في المربع الذهبي الاولمبياد، ده حاجه شرف كبير جدا 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 لمصر. وكنا هنزعل قوي لما نلاقي المغرب لوحده موجود في نص النهائي، لكن مصر ما رضتش تزعلنا. ليه؟ لان مصر تحملت قمه السوء، قمه الحاجه اللي الفساد اللي موجود في اتحاد الكرة، اللي كان بسببه كان مصر ممكن تخرج من الاولمبياد من الدور الاولاني، لولا انك بتمتلك مدير فني كفء، لولا انك بتمتلك مدير فني محترف، لولا انك بتمتلك لعيبه عارفه قيمه التيشيرت بتاع منتخب مصر. كان منتخب مصر عنده بدل الحج 1000 يخرج. ليه؟ لان لعيبه مجهده على مدار الموسم، لعيبه ما ريحتش ولا اي حاجه. انت بتتحايل على اي حد من لعيبه السن ان يكونوا موجودين عندك، بتتحايل على المحترفين ان يكونوا عندك. كل العوامل ديت قادره تهد اي فرقه، لكن رجاله منتخب مصر من اسامه فيصل لقطه لزيزو للنني لابراهيم عادل لمحمود صابر لكوكا العالمي اللي النهارده ممتاز ولعب في مكان مش في مكانه باك الشمال، لحسام عبد المجيد، لفايد، لحمزه علاء، مش عايز انسى حد، كلهم للواد بتاع المصري اللي كان بيلعب في الزمالك احمد، مش عارف احمد ايه ولا عادل ايه، المهم يعني اللعيبه كلها كانت على كفء. اللعيبه النهارده كانوا كلهم كرجاله، اللعيبه النهارده محمد شحاته كلهم كانوا محترمين. قدرت مصر ان تفوز على باراجواي، وهي دي متعه الكوره في مصر،
ان يكون النهارده كل الكافيتريات كل الناس سايبه كل الدنيا ومركزه بس مع مصر، مركزه مع شويه رجاله مش هنقول عليهم عيال، شويه رجاله عارفين قيمه مصر، وصلوا لمصر الادوار اللي صح، علوا من اسم مصر. هو ده عشان كده النهارده الكل التف عليهم. انا كراجل زملكاوي ما فكرتش ان انا ابص على الزمالك والجونه، مش طالبه وجع دماغ ومش طالبه حرق الدم. الزمالك ياما حرق دمنا الفتره اللي فاتت، مش طالبه قرف زي ما بيقولوا. خلينا ننسى الزمالك بهمه في الفتره الحاليه. كسب الزمالك 1-0 بجون ضربه جزاء لحمزه المستوسي. يلا الحمد لله كسبنا، بس لسه احنا برضو في المركز الخامس، مركز لا يليق بينا، ومفيش حاجه تضايقنا النهارده بعد فوز منتخب مصر النهارده اللي يستاهل بصراحه كل الدعم، اللي ما خدش دعم قوي جدا من الاعلام ولا من السوشيال ميديا ولا اي شيء. منتخب راح البطوله في هدوء، قدر بعد التعادل مع الدومينيك، هجوم كبير جدا كان عليه لكن نسى الكلام ده. كسب اوزبكستان، كسب منتخب اسبانيا، كسب النهارده باراجواي، وهيلعب قدام فرنسا صاحبه الارض والارجنتين، والاثنين اتقل من بعض. فبالتالي ليهم كل التحيه والتقدير ليهم، ومبروك لمنتخب مصر، مبروك للرجاله، مبروك للمدير الفني. اتمنى والله اتمنى مش ساعه فرحه، لكن الراجل ده يبدا يبان عليه منتخب مصر الاول. يعني انت النهارده لو عايز تبني، شوف النهارده اليورو، شوف النهارده منتخب اسبانيا لما خد اليورو. ليه؟ لان المدير الفني ده بتاع فرقه 16 سنه و17 سنه و19 سنه و21 سنه، قدر انه يوصل بيهم لبر الامان وياخد اليورو من فرق عملاقه، وهو كان المنتخب الوحيد اللي قابل فرق كبيره، لكن اسس فكر من بدايه حتى النهايه، فعشان كده وصل. اذا كنت عايز مصلحه لمنتخب مصر، سيب الراجل دوت يفضل موجود في المنتخب الاولمبي لحد ما كابتن حسام حسن يكمل فترته زي ما عايز يكمل، واعتقد بنسبه كبيره هيمشي حسام حسن. جيب الراجل ده، جيبه بلعيبته، دعم باللعيبه السوبر اللي موجودين عندك في الدوري المصري والمحترفين، ساعتها هتقدر تبني على منتخب قوي جدا تقدر تلعب بيه في كاس العالم في 2030 و2034 في السعوديه. فبالتالي هو ده اذا كنت عايز تبني على منتخب مصر انه يوصل لنتيجه كويسه جدا جدا. الف مبروك لمنتخب مصر، فرحه بصراحه كنا احنا ناقصانا جدا، عمت علينا كل شيء، مش عايزين نتكلم في اي حاجه تانيه خالص. مش هكلمك عن الزمالك والجونه، ابقى كداب لو كلمتك على الزمالك والجونه. انا ما تابعتش المباراه، انا كنت متابعها بالموبايل بس كده، لكن كل تركيزي وكل شدتي مع منتخب مصر. لكن الزمالك كل اللي عرفته ان الزمالك جاب 1-0 ضربه جزاء، مش عارف الكره اذا كانت اوفسايد او مش اوفسايد. انا سامع انها رجعت الفار وبيقولوا انها مش اوفسايد، جابها حمزه المسلوسي. سيف الجزيري جاب جون واتلغى، ومع ذلك الجونه ضيعت كره في العارضه، والزمالك بعد كده يفضل يعك ويمك كالعاده الزمالك. لكن يعني المشرحه مش ناقصه جثث، بقالنا ماتشين متنيلين متعدين وخسرانين، فبالتالي كمان مش هيبقى الثالث، مش هيبقى نكسب حتى الجونه كلها فرق بتنافس على الهبوط. نفسي اغمض عيني والاقي الدوري ده خلص بقرفه بعبله بنتائجه بالقرف دوت، عشان نرجع تاني للزمالك، نرجع نشجع من قلبنا، نرجع نكون احنا يعني عندنا امل على اي حاجه، بننافس اي حد، لكن احنا بننافس ان احنا نكون في المنطقه الدافيه. يعني حتى حلم الثاني راح، حلم الثالث راح، املنا في حلم المربع الذهبي في ظل موسم سيء لنادي الزمالك. حاجه اخيره، ناس كتير بعتت لي بتقول لي ما طلعتش امبارح ليه على مباراه النادي الاهلي والبنك الاهلي. هقول لكم بصراحه، انا بدات يعني انا بحترم كل الناس اللي موجودين عندي على الصفحه، لكن مش عايز الناس تفهم ان انا بحسد النادي الاهلي، بنق على النادي الاهلي، عيني وحشه على النادي الاهلي. الناس فعلا من كتر حبها من النادي الاهلي ممكن تشتمك، ممكن تغلط فيك، ممكن تقول لك الكلام ده، مع ان الواحد ربنا عالم ان هو قد ايه بيحترم النادي الاهلي، بيحترم نتائجه، بيحترم المجهود اللي اللعيبه بتعمله، بيحترم المدير الفني، بيحترم ادارته. لكن بدات الجماهير تقول لك انت عينك وحشه، انت بتنق علينا، انت تطلع تحسدنا، انت عملت كده. انا مش حبيتش ان انا اطلع امبارح واتكلم، ده سبب من اسباب ان انا ما طلعتش اتكلم امبارح على مباراه النادي الاهلي والبنك الاهلي، لاني بصراحه خلص كل الكلام في النادي الاهلي، ما عندكش كلام تاني تقوله. عايزين النادي الاهلي تاني بعد ما يعمل ريكورد و18 فوز متتالي في الدوري المصري لاول مره في تاريخ الدوري المصري، واللي كان قبل كده 17 كان مانويل جوزيه برضه. ففرقه بيمتلك مدير فني محترم، 18 فوز متتالي، فرقه بتفوز بجداره، فرقه بتاكد صدارتها للدوري، فرقه بتاكد انها تمتلك نجوم، فرقه مفيش اي تلاعب. الناس بتتكلم امبارح على جون بتاع بامبو، الكره فيها تلاعب، الكره دي سليمه، الكره فيها كذا، الكره 100% اوف سايد،
ومن اول لما اتلعبت انا قلت عليها اوف سايد وكتبت على صفحتي انها اوف سايد. عشان كده ما طلعتش اتكلم، ما طلعتش الناس تفهم ان انا بجامل. الناس بدات تخش تشيلي معايا في سكه ثانيه، انت طالع تجامل النادي الاهلي، طالع تكسب تعاطف جمهور النادي الاهلي، طالع تكسب الريتش من النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي واعي، جمهور النادي الاهلي كبير، جمهور النادي الاهلي فاهم، عارف اللي بيطبل له، عارف اللي بيجمل له، عارف اللي بيرصد الحقائق اللي موجوده على النادي الاهلي. فالنادي الاهلي مش محتاج تطبيل. النادي الاهلي سمعته واصله لاوروبا، واصله لافريقيا، واصله للدنيا كلها. فانت استحاله النهارده اتفرجت على المعلق الجزائري النهارده ولا المعلق اللي على بين سبورت كلهم بيتكلموا على لعيب كوكا بيلعب في النادي الاهلي وما ادراك ما النادي الاهلي. فالغريب بيتكلم عن النادي الاهلي بكل احترام وبكل قوه وبكل ثقه وبكل امانه. هتيجي انت كمصري عايش معاه وعارف تاريخ النادي الاهلي وعارف اسلوب النادي الاهلي ولعب النادي الاهلي ونتائج النادي الاهلي وبتتابع مباريات النادي الاهلي عن قرب تجامل فيه. مش محتاج مجامله. النادي الاهلي بطل ويستحق ان يكون بطل. النادي الاهلي كسب افريقيا لانه يستحق. النادي الاهلي شرفنا في كاس عالم لانه يستحق. النادي الاهلي بيعمل ارقام وريكورد عالي جدا ويوصل 18 فوز متتالي، اقوى هجوم، اقوى دفاع، هداف الدوري من النادي الاهلي وسام ابو علي. يعني انت عايز اكتر من كده؟ امكانيات فرقه توصل حتى النهائيات. هداف، اقوى هجوم، اقوى دفاع، اقوى عدد نقاط، اقوى فرقه فازت فوز متتالي، اقوى فرقه فازت في مصر كلها مباريات. اكتر من حد يشرف النادي الاهلي غير النادي الاهلي. فانا عشان كده ما طلعتش اتكلم امبارح على مباراه النادي الاهلي عشان الاهلاويه ما يزعلوش من حسدي. والله عمري ما حسدت النادي الاهلي، انا برصد حقائق موجوده اللعمه يشوفها، انا ما بجيبش حاجه من عندي، اللعمه يشوفها. فعشان كده مبروك لجميع النادي الاهلي، تمتلكم فريق رجاله رجاله رجاله. ولولا ظروف النادي الاهلي وانشغاله بالمنافسات على الدوري كنا ممكن نقدر نخطف لاعبين 3 محترمين قوي قوي من النادي الاهلي، كان فرقوا جدا مع منتخب مصر. لكن اللي موجودين رجاله والموجودين قادرين، زي ما غلبوا اسبانيا، غلبوا باراجواي، غلبوا اوزبكستان، تعادلوا مع الدومينيك، متصدرين حتى الان بدون اي خساره الحمد لله. يمتلكوا رجال، يمتلك حارس مرمى عالي، لعيبه محترمه. اتمنى ان اصابه زيزو تكون خفيفه. الشد النهارده تحمل على نفسه حتى الدقيقه 110، لكن اتمنى باذن الله يا رب يكون اصابه بسيطه ويلحق المباراه يوم 5 اغسطس، يوم الاثنين الساعه 7 ان شاء الله. فرنسا كسبانه دلوقتي في نهايه الشوط الاولاني 1-0 على الارجنتين. اتمنى باذن الله يا رب يكون مباراه محترمه.